اهو ده اللي انا بحكي فيه بقى يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جاي ايه بقى؟ السلطه بقى اللي احنا عملناها بقى. اصحى للكلام، هتموتوا تاكلوا من اصبري يا ماما صوريني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل اكله جميله جدا، الكبسه السعودي. طبعا الاسم في حد ذاته يقول لك الكبسه السعودي، ده هوب ده احنا هنجيب حاجات من الشرق والغرب. يا باشا ده طلع الموضوع بسيط خالص. كل القصه في الاكله ديت بصلايه، جزره مبشوره، طماطميه متقطعه مكعبات، فلفل حار، وشويه توابل. والتوابل هتلاقوهم موجودين في بيتك. نجيب الحله، نحط الحله بتاعتنا على النار. الكبسه بتنعمل في حله واحده بس، ولا هنروح يمين ولا شمال. هي الحله دي هننزل بشويه زيت، معلقه سمنه، هننزل بعودين قرفه، ورقتين لورا، 3 4 فصوص حبهان. نحمر الكلام ده كده كله في بعضه كده. تاني خطوه معانا هننزل بالبصله اللي متقطعه ناعم، والبصلايه على النار كده بقى. نشوح الفلفل الحار، هو قرن واحد. ننزل بالجزره المبشوره هننزل بيه بقى بمعلقه توم، في الصغير برضو، في الرايق وفي الجميل. ممكن نغطي الكلام ده برضو دقيقه ونص كده برضو عادي. الحاجات دي لما بتبقى مقفوله يا جماعه مع بعض التست بتاعها بيعلى فوق. الفرخه اهي متقطعه نصين ومتشال الظهر بتاعها، تمام. هننزل بقى في الحله دي، في الحله بتاعتنا دي، نحمر الفراخ. تمام كده اهي. خد بالك بقى، والفراخ بتاعتنا بتاخد اللون بتاعها. هننزل بشويه الملح اهو على الوش كده، نملح الدنيا دي. الملح مش كتير برضه يا جماعه. هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن كزبره ناشفه، كلها معالق صغيره كزبره ناشفه، بابريكا، كركم، كاري اهو. ننزل بايه معاهم؟ الطماطم اللي متقطعه قطع اهي، معلقه صلصه خام اللي هو معجون الطماطم. قلب بقى الكلام ده كله، والفراخ الله موضوع. تعالى كده يا بونبوني، موضوع. اهو ده اللي انا بحكي فيه بقى يا جماعه. الفراخ خدت اللون بتاعها اهو. معانا برضو شويه الميه الدافين الحلوين اهم، هنغطي بيهم الفراخ. اصحى للكلام. وبعدين هنقفل بقى الحله بتاعتنا ونسيب الفراخ تستوي، وانت برضو عينك عليها وبتتابع. طيب عبل الفراخ بقى ما تستوي، تعال نعمل سلطه الجدوس او القدوس. هنجيب الكبه بتاعتنا الجميله. في الكبه طماطميتين حار، فلفل بارد، عود نعناع يظبط التركايه، شويه كزبره حلوين، اعصر يا باشا 3 ليمونات، سنه ملح بسيطه، هنحط سنه زيت زيتون، هنحط فصين توم، معلقتين خل، معلقه صغيره بقى من الكمون. حلو كده. الله جامده جدا. عارفه بتفكرني بيه الريحه دي؟ زي الريحه بتاعت الحباش كده. دلوقتي بقى جه ميعاد ميعاد بقى الفراخ بتاعتنا نطلعها ونبص عليها نشوف الدنيا فيها الله استوت وبقت تمام التمام التمام. الله. الفراخ بقى بعد ما خدت سنه الفلفل الاسود الجميله من فوق، سنه زيت زيتون كده، تروح بقى الفرن تتحمر بقى، تاخد لون جميل وهادي جدا. يلا بينا في رعايه الله حبيبه قلبي. بعد ما فراخي بقى بتاخد اللون في الفرن، انا معايا شويه الرز بتوعه هم، الرز البسمتي الجميل مغسول ونضيف وكله في التمام. بس في تركايه بقى، في تركايه مهمه بقى قبل ما احط الرز بتاعي في الشوربه. انا لازم اصفي الشوربه بتاعتي من عيدان القرفه، الورق اللورا. هشيل الحبهان برضو معلش يا بومب عشان ما بيجيش معايا سكه. نسمي الله بقى يا معلم، ونبدا ننزل بقى بالرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده يا بونبوني. وانا بقى الرز كله ينزل كده بقى. ادي الرز بتاعي الجميل اهوت، واغطي يا باشا. يبقى انا دلوقتي الرز بتاعي اهو في الحله. خلاص كده دخلنا كده في المراحل الاخيره، اللي هو الفراخ في الفرن بتاخد لون تتحمر، والرز بتاعي هياخد اقل من 5 دقايق اصلا، او من اقل من 10 دقايق ويستوي. طبعا بقى الرز بتاعي بسم الله ما شاء الله استوى اهوت، وفي الجميل وفي الرايق.
حاجه كده في الرايق، ولا معجنه ولا اي حاجه خالص. بس كده هو ده اللون اللي احنا عايزينه. اصول الكبسه بقى، اصول الكبسه والكلام بقى. انزل بالرز الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، شويه رز مفرفرين على الرايق والجميل. فراخك الجميله. فلفل برضه عامل شغل جامد. اللي جاي ايه بقى؟ السلطه بقى اللي احنا عملناها بقى. اصحى للكلام. نفضل السلطه بتاعتنا اهي. الله عليك يا مصر. لا مش ممكن، مش ممكن. لا بس هي الاجمد، الاجمد الصراحه مع السلطه. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان السلطه دي اكتشاف رهيب. واقسم بالله جامده جدا جدا. هتموت وتاكل من اصبري يا ماما صوريني. الحمد لله. حبايب قلبي اشوفكم في وصفه تانية جايه.